محيي إسماعيل حالة فنية خاصة، ممثل نقدر نقول عليه استثناء. أدواره المركبة والمعقدة عملت من اسمه حالة فنية متفردة، ده غير إنه عقلية مختلفة، حد بيغرد خارج السرب. أطلق على نفسه القيصر، صاحب حضور طاغي وطلة متميزة، مثير للجدل في كل أدواره وحواراته وأفعاله وحركاته. قال محيي: ليس من الضروري أن يكون معك مصحف أو إنجيل، المهم أن تكون بأخلاقك آية. وقال عنه مفيد فوزي إنه عاقل يدعي الجنون ويعلم كيف يتعامل مع الناس، ولكنه ابتلع زجاجة كاملة من أقراص جنون العظمة. اسمه محيي الدين محمد إسماعيل، مواليد 8 نوفمبر 1946. اتولد في كفر الدوار من أسرة بسيطة، والده كان بيشتغل في التربية والتعليم، الأم كانت بنت عمدة، وله 5 أشقاء. تخرج محيي من كلية الفلسفة، دخل معهد الفنون المسرحية، اشتغل في المسرح القومي كممثل. بسبب دراساته الفلسفية أحب التعمق في النفس البشرية، يهوي الأدوار المركبة، وهي ما قدمها في بداياته في دور الأخوة الأعداء، الأخ اللي كان عنده صرع، ورصاصة لا تزال في جيبي، وخلي بالك من زوزو، فاكرينه؟ صاحب الكلمة الشهيرة جمعاء. اشترك في أفلام أخرى زي الطائرة المفقودة، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي، حلاوة الروح، الغجر، وراء الشمس، وغيرهم. اشتغل مسرح، عمل مسرحية ليلة سوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير. أكد إنه الفنان الوحيد في العالم اللي مثل عقد البشر في 18 فيلم سينمائي. منحته أحد الجامعات الأجنبية لقب رائد السايكو دراما. قام محيي إسماعيل بتأليف رواية اسمها المغبول عام 2001، أحدثت ضجة عند صدورها، وكتب إنه قد تحدث ثورة تطيح بالنظام، وقد ترجمت لأكثر من لغة. علق عليها الكثير من الشخصيات العامة، منها العالم أحمد زويل، قال إنها تستحق الاهتمام. محيي أو القيصر في حياته مواقف كوميدية ساخرة. في بدايته يشتغل في فيلم إيطالي، كان ضابط انتحاري، أجره كان 10 جنيه. رغم صغر الدور كان بيتعامل مع المخرج كأنه بطل الفيلم. وفي فيلم الأخوة الأعداء الرئيس السادات قابله وقال له: خفيت من الصرع يا محيي ولا لسه؟ رد محيي قال له: خفيت يا ريس، بس أنا عايز شقة. بعدها ضحك الريس واداله شقة، ولسه قاعد فيها لحد دلوقتي. فاكرين دور سفروت اللي كان عامله أحمد زكي في فيلم البطنية مع نجمة الجماهير نادية الجندي؟ أهو الدور ده كان مرشح ليه محيي إسماعيل، لكن اختلف على الأجر وعلى ميكانيزم الشخصية كمان. تخيلوا إن محيي كان هينضرب في فيلم رصاصة لا تزال في جيبي، لأنه كان عامل دور جندي إسرائيلي بيضرب في الجنود المصريين بوحشية، فالناس كرهته وكانت مستنياه علشان تضربه، لكن إدارة السينما خرجوه من باب تاني عشان ينفد بجلده. محيي إسماعيل اتجوز مرة واحدة بس من خارج الوسط الفني، ولكنها توفت وأصيب بالاكتئاب. سافر للعلاج ورجع، والحمد لله متعافي. ربنا يبارك في عمرك.